اليوم ما راح نهضر على خسارة عادية ولا على مباراة كرة قدم وانتهت. اليوم راح نهضر على إقصاء فيه ظلم واضح، وعلى طرف كان حاضرا بقوة في المباراة، حكم اللقاء. مباراة الجزائر ونيجيريا انتهت ب0 للجزائر و2 لنيجيريا، لكن الذي تابع المباراة يعرف أن التحكيم لعب دورا كبيرا في كسر نسق المنتخب الوطني. صافرة تقطع اللعب، قرارات مستفزة، وتغاض واضح عن أخطاء أثرت مباشرة على تركيز اللاعبين. أما لاعبون فبان عليهم الإرهاق، إرهاق ذهني وجسدي تحسهم عيانين، موسم طويل وضغط كبير، ومع هذا قاتلوا حسب طاقتهم وما قصروش. والغريب في كل هذا أن كل المنتخبات تلعب مباريات عادية، لكن لما تلعب ضد الجزائر تحسها بالنسبة لهم حياة أو موتا. يلعبون ب1000% من إمكانياتهم، اندفاع، قتال، وضغط على كل كرة، وكأن الفوز على الجزائر بطولة بحد ذاتها. وسط هذا الضغط يأتي الحكم ليزيد المباراة صعوبة بدل أن يكون عنصر توازن وعدل. اليوم نقولها بصراحة: هارد لاك للمنتخب الوطني الجزائري. شكرا للاعبين على المجهود المبذول رغم الظروف، والعتب الكبير يبقى على تحكيم لم يكن في مستوى مباراة بهذا الحجم.